المصريين والسعوديين ما يحبون بعض ويتمنون أي زلة تصير بينهم علشان الكل يتضارب مع الثاني وتصير بينهم مشاكل لها أول ما لها آخر. لا ومليار لا، هذا الكلام غير صحيح أبدا. في حملة يقودها بعض التافهين في مواقع التواصل الاجتماعي يهدفون فيها أن يشوشون العلاقة الأخوية الجميلة بين حبايبنا وأهلنا في المملكة العربية السعودية ومصر، وهدفهم أن يوصلون هذه الرسالة الكاذبة بين قوسين أن المصريين والسعوديين يكرهون بعض، واللي علاقتهم ومحبتهم لا يمكن أبدا أنها تتأثر بفعل بعض المغرضين اللي عددهم يكاد لا يذكر أصلا. لا غنى لنا عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب، هذا كلام الملك المؤسس عبد العزيز رحمة الله عليه في أول زيارة خارجية له كانت إلى مصر. على المستوى الشخصي ما شفت تناغم وتجانس مثل الشعبين المصري والسعودي، في بينهم كيمياء عجيبة غريبة وحلوة وفي حياتي ما شفت مثلها والله، والاثنين عينين في راس، ربعي وعزوتي اللي في المملكة واخواتي وحبايبي في مصر. اسمحوا لي اني اتكلم على لسانكم من اماراتي محب لمصر والسعودية. لا تلتفتون لأي حاقد يريد يخرب هذه الأخوة الجميلة اللي بينكم. مروا علي أصدقاء كثر من مصر والسعودية وما شفت بينهم إلا المحبة والمودة. مو جيم كورة هو اللي بيخرب هذه الأخوة الجميلة. ترى النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. تقبلوا تحياتي أخوكم اللي يعتبر نفسه واحد منكم وفيكم.